قصة الفيلم عن واحد بيسوق طيارة، بس بيكون أول مرة يسوق طيارة في حياته. بيكون أصحابه بيقولوا له أنت عمرك ما هتنجح في سواقة الطيارة، بس هو بيكون مش مهتم بكلامهم. بيبدأ الفيلم بجيف. بتكون عائلة بسيطة مكونة من زوجة وبنتين. الزوجة اسمها تيري، بيكون أخوه معاه عشان يكونوا بيحضروا مسابقة الطبخ، بس بيكونوا قلقانين إن هما ما يكسبوش. بس أخوه بيطمنه ويقول له إحنا أكيد إن شاء الله هنكسب. بس جيف بيكون قلقان في الأول، بس هو فعلا بيكسبوا المسابقة. لكن رئيس المسابقة بيستغرب إن جيف إزاي بيعرف يطبخ مع إن دي الحاجة إن هو ما بيفهمش فيها. رئيس المسابقة بيقول لجيف أنت بتعرف تطبخ إزاي وأنت بتشتغل صيدلي؟ بيقول له إن أنا بحب طبخ جدا. ورئيس المسابقة بيقول له إن أنت فزت بالمسابقة فعلا. بيكون جيف فرحان جدا إنه كسب المسابقة. بعدين جيف بيفضل يصلي لربنا إن يبارك الطعام ويفضل يدي للناس أكل، والناس بتشكره. بيرجعوا كلهم البيت، بس ماغي بنته مش بتفرح وتكون مستغربة هما ليه بيعملوا كده. مامتها بتقول لها انت كويسة؟ ماغي بتقول لها انا كويسة. ماغي بتقول لها انا ليه اساعد معاكم في اي حاجة، معيش لوحدي احسن. بس تيري مامتها بتقول لها بتكون مستغربة من تصرفاتها جدا، بتقول لها ان احنا لازم نساعد الناس ونساعد بعض. بس ماغي بتسيبها وتمشي. بعد كده بيجي تليفون لجيف ان اخوه مات، بس هو مش بيكون مصدق. وفعلا جيف بيروح عزا اخوه، بس بيكون حزين على فراق اخوه جدا. بيكون من جواه مكسور. الواعظ بيفضل يقول ان دوغ في مكان احسن وان احنا المفروض نفرح مش نزعل. بس بيكون جيف قاعد حزين جدا على فراق اخوه، وعيلته كلها بتكون بتعيط على فراق دوغ. الواعظ بيقول ان احنا عايزين نسمع كلام تأمل. جيف بيقوم علشان يتكلم بس مش بيقدر يتكلم ويسيبه ويمشي. بنروح على جيف بيقول لمراته ان انا عايز امشي، وهي بتقول له انت لازم تكون كويس ما تتعبش. هو بيقول لها ان انا مش عايز حد يعزيني في اخويا. بعدها بنتعرف على كيري، بيكون مش طايق مراته تساعده في اي حاجه، وبتقول له ان انا مش في حياتك، بتسيبه وتمشي. وفي ست بتقول لبنتها دوني انها تروح مع باباها الى صيد البيض، ودوني بتقول لها انا عندي 13 سنه وبشوف حاجات انت مش بتشوفيها. بتكون دوني مش مهتمه بكلام مامتها عشان بتعمل حاجات هي مش شايفاها. وبعدين جيف بيسافر هو وعيلته وبيقول لجو ان انت هتسوق الطياره، وجو مش بيكون عنده مانع من يسوق الطياره. بيعزيه ويقول له ربنا معاك وهيسندك. جيف بيقول له شكرا. بنته وماغي بتسال باباها احنا هنوصل في قد ايه. جيف بيقول لها ان المسافه مش كتير. هي اللي بتقول لجو كل حاجه كويسه. بيقول لها ان انا هسافر مع عيله مدهشه النهارده. بيقول مفيش احسن من كده. بعدها بيركبوا الطياره. جيف بيقول لجيف تعالى اقعد معايا وانا بسوق الطياره. وفعلا جيف بيقوم ويقعد معاه، لانه مش بيبقى قادر يشتغل من كتر التعب. صاحب الشغل بيقول له انت مش هتقدر تتحمل المسؤوليه، انت لو فضلت كده انا همشيك من الشغل. نكمل مع عائله جيف. الام بتقول لماري انك لازم تتكلمي معاهم علشان انت هتتكلمي مع ناس، لازم حياتك تتغير شويه. وجيف بيقول لجو انت ازاي عارف كل حاجه في الطياره، وانا لو سقت الطياره كانت هتقع. والطيارة بتكون ارتفعت من غير ما جو يسوقها أصلا. جيف بيكلم مركز اسمه مركز ميمي، بيحاول يكلمه ويرد عليه انتوا رايحين فين بالظبط وايه هو رقم الطيارة، بس هو مش بيبقى عارف ايه هو رقم الطيارة. مركز ميمي بيقول له انت الطيار. جيف بيقول طيار اغمى عليه. جيف بيقول لهم الطيارة تهبط بسرعة. مراته بتحاول تفوق جو، لكن للأسف بيكون قلبه وقف. هما بيحاولوا يقوموه، لكن فجأة الطيارة بتتحرك لوحدها. بيكونوا خايفين كلهم جدا. الأم بتقول لماري إن إحنا لازم نقوم جو علشان نسوق إحنا الطيارة. بتحاول الأم تطمن بناتها إن كل حاجة هتبقى كويسة. تيرا بتقول لجيف إحنا هنكون كويسين. جيف بيقول لها أنت هترضي على أي حد بيتصل، وأنا هحاول أسوق الطيارة، أنا معرفش غير حاجات بسيطة في الطيارة. المركز بيقول إن فيه طيار أغمى عليه، وبيتواصلوا مع بعض إن حد يسوق الطيارة عشان يساعدوهم إن الطيارة تنزل. بيتصلوا باتنين طيارين يساعدوهم ان الطيارة تنزل تحت. بعدها تيرا بتلاقي كتاب مكتوب كل حاجة عن سواقة الطيارة. المركز بيكلم دوغ ويقول له ان انت لازم توقف الطيارة على حاجة معينة. يرد جيف يقول انا معرفش. وفعلا الوحيدة اللي بتكون هي اللي عاملة كل ده وبتكون فعلا شايفة حاجات الناس مش شايفاها هي دوني. بتقول لصاحبها ايه هي حالة الطيارة دي. ترد وتقول لها ان في طيار مات في الطيارة. ازاي انت عرفتي كل ده ازاي؟ بتقول له ما تقلقش الطيارة دي هتنزل لتحت. بتقول لصاحبها ان باباها عامل موقع هتشوف مني كل حاجة. دو بيقول لها احنا عايزين نعمل اي حاجة عشان نساعده. دوني بتقول له ان ارتفاع الطيارة هيزيد كتير وهينفذ منهم الهواء، وهي بتديله اللابتوب عشان يتابع الطيارة. بنكمل مع المركز يقولوا ان احنا اسفين ان كلامنا مش مفهوم بالنسبة لك، بس احنا هنخليك تكلم فريق تاني علشان هم متخصصين اكتر في موضوع الهبوط. دور بيقول لها يعني انت هتخليني اكلم حد تاني؟ بترد عليه ايوه طبعا انا عارفة ان ده حاجة تقلق، لكن احنا جنبك. بعدها دوني بتقول ان احنا قريبين من المطار، انهم هيروحوا المحيط. داني بيكلم كاري احنا محتاجين مساعدتك.
وبنرجع تاني لدور بيقول لمراته هما البنات كويسين. بنلاحظ ان بالي بتكون تعبانة جدا، بتقول لمامتها انا مش عارفة اعمل ايه، لازم تاخد حقنة السكر ضروري. يعني ايه اللي بتقولهم انتوا هتهبطوا بالطيارة في مكان آمن. بنكمل مع دنيا بتقول لصاحبها ان المركز كدبوا عليه وانهم هيهبطوا في مكان مش كويس، وصاحبها بيستغرب ان هي عارفة كل ده. بعدها فجأة بيضغط زرار بس الطيارة بترجع اوحش من الاول. المركز بيقول له انك بعد شوية هتتكلم مع مطار فورت ميرس هيساعدوك على الهبوط بسرعة. تبحث دنيا في مكان على المركز ده، في الاخر بتلاقيه. بتشوف ان المركز ده معرفش يتكلم معاهم. بنشوف مركز بيقول لهم تنزل بالطيارة لتحت، ان احنا هنوفر لك مساعدة من طيار تاني يكون عنده خبرة اكتر. دو بيقول لبراين ان اللي هيساعدني ده فين، بيقول ان طيار شاطر جدا وعنده خبرة كويسة. دو بيقول لبراين ان انا عايز اي مساعدة عشان انا ومراتي وبناتي لوحدنا مش عارفين نعمل ايه. وبنشوف كاري بيقول لمراته انك لازم تساعديني في كل حاجة علشان انا مش هقدر اعمل كل ده لوحدي. وبراين بيقول لدوغ الطيار الآلي شغال ولا لا وانت بتسوق الطيارة لوحدك. كاري بيفضل يقول انه لازم يخفض السرعة على قد ما يقدر. بنكمل مع دوني وهي بتقول خلوه يكون بطيء جدا وان الطيارة هتقف زي العربية. بتقول لصديقها ان هو بقى بطيء زيادة عن اللزوم، هتكون في رياح شديدة عليهم والطيارة هتقع. بعدها المركز بيقول لدوغ ان لازم يكون سريع جدا وان الطيارة هتقع. دوغ بيقول للمركز ان انا شايف ارض ومية والمحيط بتكون فعلا عاصفة شديدة قوي جاية عليه. والمركز بيقول لدوغ انه يسوق الطيارة بمحرك واحد. دوغ بيقول للمركز انا عمري ما سوقت طيارة قبل كده غير لما كنت مع اخويا كنت بتعلم ازاي اسوق طيارة. وبنكمل مع دوغ ويفضل يكلم المركز ويقول لهم انا مش هعرف اسوق الطيارة دي انه مش شايف غير السحاب. وبعدها دوني بتقول لو الطيارة مش هتهبط دلوقتي هيواجهوا عاصفة شديدة. وكاري بيفضل يشوف هيعمل ايه في مشكلة الطيارة. وبراين بيقول له ان الريح شديدة لكن انا هحاول ان السرعة تكون بطيئة حتى علشان نعرف ننزل عجلة الهبوط. دوغ بيقول لبراين انا اول حاجة هعملها هي سرعة الاقتراب. وبراين بيقول لدوغ هدي السرعة شوية. بعدين دوني بتروح هي وصديقها إلى المطار عشان بتقول ده أخطر مكان لتحطيم الطيارة. ودان بيقول لدوغ إن أنت لازم تنزل عجلة الهبوط دلوقتي. دوغ بيقول أنا نزلت عجلة الهبوط. وبعدها دوغ بيقول إنه مش عارف يتحكم في المطار، أنا عايز مساعدة. دوغ بيقول إن الرياح شديدة علشان كده الطيارة مش بتقف. دوغ بيقول لتيرا إحنا خلاص هنموت. تيرا بتقول له إحنا مرينا بحاجات كتير أوي، احنا هنموت ولا هنعيش. فجأة بيسمعوا صوت في الطيارة ومش بيكونوا عارفين يعملوا ايه، بس ماري بتعرف ان الصوت ده صوت موبايل جو. تيري بيقول لدوغ ان عائلتي كانت في نفس الوضع ده وفي الاخر فقدته، لكن انا مش عايز افقدكم انتوا كمان، تعالوا نكمل مع تيري. وهو بيقول لدوغ انا معاك مش هسيبك. تيري بتقول لدوغ انا عارفة انك هتنجح. تيري بتفضل تشجع جيف عشان يقدر فعلا يضغط على الدفة. بيقول له خلي المدرج على جنب، استعد للهبوط دلوقتي، خف بسرعة تهبط. تيري بتقول لبناتها اربطوا الحزام، وتكون تيري بتصلي عشان ربنا يقف معاهم علشان ينزلوا من الطيارة رغم كل اللي مروا بيه لسه عندهم امل في ربنا. وفعلا الطيارة بتنزل وبيرجعوا حياتهم الطبيعية عادي. كل مركز فرحان انهم فعلا عاشوا. واحنا في القناة هنا دايما بنشارك معاكم القصص اللي بتحرك القلب والعقل علشان نفتكر اننا مش لوحدنا. لو القصة اثرت فيك شاركها مع اصحابك واهلك، يمكن تكون سبب ان حد تاني ياخد امل جديد. وما تنساش تكتب لنا رأيك تحت في التعليقات لان رأيك يهمنا جدا ويشجعنا نكمل. وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. خليك قريب.